البتنجان واخد الجرين برجر في حته تانيه. الساندوتش مليان زيت كتير مع الصوص. ساعات كده الواحد بيصحى يبقى نفسه يفطر الفطار المصري الاصيل، بس هنفطر النهارده في فطار وعشاء. طعميه قماصي بقالي كتير قوي ما اكلتهاش. نعمل كده سندوتش فيه كل حاجه. الساندوتش ده اسمه ديناميت. البتنجان واخد الجرين برجر في حته تانيه. اصلا الطبق ده فيه كل حاجه، يعني ناقصه الفول بس، يعني هجيب الطبق دوت مع طبق فول كده تمام. الطبق ده كمان فيه جبنه مقليه. ده الموضوع كبير جوه تركي وحاطين فلفل. اول مره اجرب جبنه مقليه فيها فكره كده، يعني ممكن اقول ان دي احلى جبنه مقليه ادوقها في حياتي. من الحاجات اللي بحبها الطعمية المحشية، وسواء طعمية أو فول عندهم الاتنين أجمد من بعض. ده بقى فول بالسجق. الطبق ده ليه محبين كتير قوي. حلو قوي. السجق خطير. انا عارف ان هم عندهم سندوتشات كبده وسجق، حمسوني اجرب الكبده والسجق بتاعتهم بصراحه. وعشان كده حبست بشاي وقررت إني أجرب العشاء. خلينا نجرب العشاء. شيش، كفته، كبده وسجق. جرب اول حاجه الكفته. حاسسها بين كفته الحاتي وكفته البيت، حاجه في النص كده. الشيش شيش وصوص وخس. ده حلو قوي، تتبيلته حلوه جدا. والشيش هنا طعم الفحم او الشوي باين فيه قوي. نجرب الكبده. طعمها حلو قوي، حاسس ان هي محتاجه ليمون ومتقطع فيها فلفل حراق. عندي كومنت بس في الكبده، الساندوتش مليان زيت كتير. جرب السجق. السجق بهاراته حلوه مع الصلصه والخضار. وبس كده، دي كانت تجربتنا النهارده، قلنا نجرب ايه الفيديو الجاي. سلام.